السلام عليكم، كيفكن يا حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية وأنتوا عم بتتابعوا الفيديو معي اليوم الفيديو تبعي مميز على طلب متابعيني وطلب أصدقائي. قالوا لي إني صورينا مشترياتك للبيت، مثل هيك الخضرة والفواكه وهالقصص هاي، وفرجينا شوي روتينك من البيت وعارفينا عن نفسك. مثل ما شايفين هلا أول شي اليوم زوجي السواق. بصراحة يا صبايا أنا ما بحب أروح السواق كتير. السيارة بتدوخني، كل ما بطلع بالسيارة بدوخ، برجع هيك دوخاني ومالي قدرة أتحرك، فما بقى أحب هيك إني أطلع كتير من البيت. فأني دائما إني زوجي بروح بالسواق لي أغراضي وبرجع. مثل ما شايفين السواق لي البندورة، وجاب لي ورق غار مشان إذا بدك تسل إشي، وجاب لي بهار أسود، ومثل ما شايفين بلومي، وكمان حب هيل فليفلي. يعني هدول الشغلات اللي جاب لي إياهن. كل أسبوع أو 10 أيام بروح بالسواق لي لمدة أسبوع حسب يعني إني فضاته. مثل ما شايفين جيب لي حبة بركة كمان وسمسم أبيض، وهي بندورة ميبسة بتاخد العقل. ومثل ما شايفين هلا اني هيك برتبهم وبظبطهم، وبدي انظف البراد قدامكم وارجع كل غرض لمحله. هلا بدي اعرفكم عن حالي. انا غصون من حلب، ام ل4 اولاد يغزي العين ما شاء الله. عندي بنت وشاب كبار، وعندي بنت وشاب بالبيت قاعدين معي لسه، يعني ما لهم كبار كتير ولا لهم صغار كتير. مقيمة بألمانيا إلي 6 سنوات، وشفته هون بألمانيا غربة لحالي وقاعدة لحالي ومالي حدا. فسبحان الله وقت الكورونا، وأنا كاتبة عندي بالبايو باليوتيوب اني فتحت قناتي بالصدفة. كيف فتحتها بالصدفة؟ هلا انا وقت الكورونا قاعدين لا طلعة لا دخلة لا حدا يزورنا ابدا يعني. طيب وبعدين نهارين 3 تمينا يعني فترة منيحة، يعني ما بتذكر، بس تمينا شهور قاعدين في البيت. فسبحان الله قمت عملت هريسة وصورتها ونزلتها على التيك توك، ولا اجاني عليها متابعين كتير ومعجبين كتير، وطلبوا مني الوصفة كاملة. شوفوا هون برادي عم بفرجيكم اياه. بدي انظفه وارتبه. المهم هلا على التيك توك ما بتحسي تكتبي كتير تفاصيل، في كلمات معينة بس بتكتبيها وما بتحسي تتجاوزيها. فسبحان الله عملت القناة وخطرت لي يعني قناة اليوتيوب، عملتها ونزلت الوصفة كاملة وشرحت لهم عنها بالتفاصيل مملة، وبعثت لهم على التيك توك اني انا عملتها ونزلتها على هالقناة، روحوا شوفوها. وفي ناس دخلت كتير وشافتها، وسبحان الله اجاني كتير عليها تشجيع. وانا كاتبه هذا الحكي بالبايو باليوتيوب مثل ما قلت لكم، ذكرته بالحرف الواحد. هلا قناتي صار 4 سنين، 4 سنين، بس للاسف لسه قناتي ضعيفه وما طلعت. ما بعرف، هو نصيب واسمي من عند رب العالمين. عم بستنى عسى ولعل اني يعني ترتفع قناتي ان شاء الله، ويصير عندي اصدقاء وخوات بهالقناه. المهم فاجاني تشجيع عليها وقالوا لي برافو عليكي استمري. فصرت انا كل ما اطبخ طبخه لبيتي اصورها وانزلها. هلا اذا بتفوتوا على قناتي وبتحضروا الفيديوهات القديمه بتشوفوها هي محتواي بس طبخ. ايش بخطر على بالكم؟ عملت اكلات غربيه، عملت اكلات شاميه، عملت اكلات سوريه، ايش بخطر على بالكم عملت طبخات ونزلتها. فمن خلال يعني استمراري على اليوتيوب تعرفت كتير على أصدقاء، الله يجزيهم الخير يا رب. فنصحوني قالوا لي دخلي مع قناتك شوية روتين، وهلأ صرت أدخل شوية روتين، وإن شاء الله يعجبكم فيديوهاتي يا رب، ويصير عندي خوات وأخوة ومتابعين حلوين بهالقناة وترتفع قناتي. وإن شاء الله يا رب هيك مثل ما بقولوا الله يحقق كل وحدة اللي ببالها وبمراد قلبها.
المهم أنا هون نحن الجوب سنتر هون بالدولة، يلي مقيم هون بألمانيا بيعرف إيش هو هذا الجوب سنتر وإيش الدولة. بعتوا علي قالوا لي أنت إيش عم تعملي؟ قلت لهم أنا فتحت قناة يوتيوب وقاعدة يعني بصور فيديوهات في بيتي وبنزلهم. قالوا لي برافو عليكي، إذا تميتي مستمرة بتنحسب لك عمل، فاستمري بهالقناة هاي وإن شاء الله بتنحسب لك عمل وبتخلك دخل عليها، ونحن على يعني ترتيبته إني منجنسك بتتجنسي. فأملي من رب العالمين يصير عندي خوات وأخوة ويدعموني، والله يجزيهم الخير يا رب. كل شخص بدخل وبدعمني وبحط لي لايك وتعليق حلو، عسى ولعل إن شاء الله يا رب إني أتجنس على هالقناة. يعني مثل ما بتعرفوا صبايا، نحن متعودين ستات بيوت من أيام سوريا ما بنشتغل برات بيوتنا. فأني هي مع أنه والله العظيم هي اليوتيوب كتير متعبة صبايا، ما تحسبوها سهلة أبدا. شوفوا بينما الوحدة عم بتساوي أمور بيتها وبترتبها وهي اخذي راحتها، بينما أني هي متلبكة ولابسة عليها ومزبطة حالها بحيث أني ما تطلع ولا تكشف ولا تبين وعم تشتغل في بيتها. لا تحسبوها الشغلة سهلة أبدا. يعني دائما كلياتنا ستات بيوت وبنعرف نحن بنقوم بنشتغل في بيوتنا بدنا ناخد راحتنا التامة. هون مثل ما شايفين بنلبس ومنظبط ومنحاول قدر الإمكان ما نبين، يعني لأن الحمد لله رب العالمين بالأخير نحن محجبات وإسلام ومنخاف من رب العالمين. وبدنا نعمل محتوى يفيد العالم ونفس الوقت إني ما نكسب ذنب لا نحن ولا هنن. مثل ما شايفين أنا زبطت هالأمور هاي وزبطت البراد ورتبته بهالترتيبة هاي صبايا. مين ما شاف آخر فيديو نزلته، الآخر فيديو نزلته كتير حلو، بتمنى يلي ما شافته تشوفه، رح بحط الرابط بصندوق الوصف. صبايا الفيديو اللي نزلته من يومين ما جاب لي مشاهدات أبدا، يعني كتير زعلت وكتير انقهرت، وقسما بالله كتير حلو الفيديو اللي نزلته، كتير حلو وفيه يعني قصة واقعية صارت معي وحكيت لكم عليها وما اجاني عليه اي تفاعل، فكتير زعلت. الله يجبر بخاطركم يا رب، كل وحدة عم بتشوف الفيديو تروح تشوف لي هداك الفيديو لحتى يصعد وهيك شوي انبسط، اعرف حالي اني يعني شلون يعني شغلي اني ما راح على الفاضي. هلا من بعد ما رتبت المطبخ وسويته مثل ما شايفين، شوفوا هي علبة الكلور. عندي هدول الجليات بدي أجليهم وأضبط المطبخ وأخلص مثل ما شايفين. مين وصل معي لهون يكتب لي تم، ولا تنسوني من لايك صبايا، أمانة لا تنسوني من لايك. الله يجبر بخاطركم يا رب. بلكن إن شاء الله هالفيديو بصعد ورب العالمين بيعوضني عن الفيديو القديم. هلا صبايا كل وحدة موجودة بالغربة بدها تكتب لي وتعلق لي تقول لي كيف عم بتقضي يومها بهالغربة، خصوصي يلي ما عندهم حدا مثلا أهلهم أو خلقهم. هلا بالنسبة لي أنا التهيت كتير بهالقناة وبهالتصوير وبهالتنزيل وبهالرفقات الجدد، الله يخلي لي إياهم يا رب، اللي تعرفت عليهم على اليوتيوب. ونفس الوقت الحمد لله عم بتعلم قرآن، ونفس الوقت كمان عم بتعلم اللغة الألمانية. وبيتي وولادي يا دوب أوصل لآخر النهار فيرطة وتعبانة، بحط راسي وبنام. صبايا بدي أسألكن، هلا اللي حبت تزور قناتي وتشوف الفيديوهات القديمة بدي تعطوني رأيكم، أضل بس على محتوى الطبخ ولا أضل هيك على هالروتينات مع الطبخات البسيطة؟ شو بتحبوا أنزلكم؟ بتمنى أني تفيدوني وتعطوني رأيكم لحتى كمان أستفيد وأتعلم منكم وأعرف شو يعني أعرف متابعيني شو بيحبوا لحتى أعمل لهم فيديوهات تعجبكم وهيك تنبسطوا فيها. هلا مثل ما شايفين أنا عندي كرز، سبحان الله هذا بشبه الكرز الوشنة اللي كان ينزل بسوريا، هو مو مثله تمام بس إله هذا يعني حامض شوي، عرفتوا؟ ايه فهيك مثل ما شايفين نظفته وزبطته، يعني مشتية كتير أساوي عصير الكرز مشان أساوي لحمة بكرز. رح بنزلكن إياها إن شاء الله، بصورها وبنزلكن إياها يلي بيحب يعرف إيش شو هاي اللحمة الكرز. ونفس الوقت مشتية على شراب الكرز، أنا كتير بحب شراب الكرز.
فمثل ما شايفين هون نظفته وزبطته وغسلته، وهلا راح بصفيه من المي واخليه لينشف، وبعدين اضربه على الخلاط. هلا مثل ما شايفين هون صفيته من المي، وهلا رح بضربه على الخلاط. صبايا بالنسبة للخلاط أنا بضربه بس ضربة وحدة، بحيث إني تطلع العجوة، ونفس الوقت يعني إني هو العجوة ما لازم تتكسر أبدا. صبايا انتبهوا، يعني هيك بس ضربة والتانية وخلص بتطلعيه وبتصفيه من المصفاية وبتكبسيه في ايدك لحتى يصفى معك تماما. رح نشوف مع بعض كيف. شايفين هيك؟ هلا هيك رح نصفيه بالمصفاية. شايفين هذا الحتمول صبايا؟ هذا الحتمول انا اخدته وكتت له مي ورجعت صفيته مرة تانية وعملته بوظة الكرز اللي نحن بنقول له ايس كريم تاخد العقل. هلا يلي بتحب انا رح بحط الرابط الايس كريم بصندوق الوصف. صبايا جربوها واعطوني رأيكم. طعمة الكرز فيها بتجنن. هلا ليش انا غسلته وعملته؟ البوست الكرز صبايا اذا بس يعني مية الكرز بتصير كتير تقيلة، عرفتوا؟ يعني وقت اللي بتغسل الحتمول تبع الكرز وبتاخدي ميته بتطلع خفيفة لطيفة ولا أطيب من هيك. وإذا حبيتي تحطي فيها شقف كرز كمان بتطلع كتير طيبة. هلا شوفوا هون عصرته ورح برجع بكسره بالمكسر لحتى ينعم معي، لأني صبايا قلت لكم إني هذا الكرز مو مثل الكرز الوشنة يلي موجود بسوريا يلي بياخد العقل. هذا شبيهه، إيش نوعيته ما بعرف بس إني شبيهه. فأنا كسرته بالمكسر وهلا هيك صفيته مثل ما شايفين. إذا فيه أي ترسبات أي شي كمان يعني بيكون أحسن لما بتصفيه. هلا شوفي الكرز تبعنا نحن الوشنة ما بصير هيك سميك، بختر يعني بسمك، عرفتوا؟ نحن الكرز الوشنة بيكون مريء. هلا مثل ما شايفين انا صفيتهم. هلا صبايا شوفوا رح بعمل شراب الكرز. شوفوا انا حطيت صحن غميق 3 صحون. 3 صحون حطيت لهم صحن ونص سكر، بس صحن ونص، وحركته كتير منيح. تركته على طرف واروح اجي احركه لوقت ما داب معي السكر. عبيته بقنيني وقمته بالفريزر وطلع بجنن صبايا بجنن. وهذا العصير التاني قلت لكم بدي اعمل فيه لحمة بكرز. اكيد خارج سوريا مرة يعرف شو هي لحمة بكرز. اللحمة بكرز هي عبارة عن كبابة منشوية شوي ومنطبخ الشراب الكرز العصير الكرز منطبخه، وبعدها منضيف الكرز اللحمة بقلب الكرز مع شقف خبز ومنحط على وشها بقدونس وصنوبر ومناكلها بإيدينا وبتطلع بتجنن بإيدينا صبايا. ما بتتاكل بالمعلقة اللحمة بكرز، بتطلع غير شكل وبتتهني بأكلة كتير. هلأ مثل ما شايفين عصير الكرز مشان لحمة بكرز عبيتهم بقنيني، وشراب الكرز مثل ما شايفين كمان عبيتهم بقنيني بس أنا ميزتهم. وهلا هون هذا نهاية الفيديو صبايا. من بعد ما التنظيفات والقصص والحكاية عملت لي هيك كاستين مثل ما شايفين شراب الكرز. وشوفوا أنا بالنسبة لي البوز بحب هيك يكون كتير ناعم كتير وتحطيه بشراب الكرز. شوفوا هون جمدان معي بالقنينة ما نزل، فأنا قصيت القنينة وطلعت الشراب من قلبه وبلشت هيك أروبه مثل ما شايفين. طبعا انتي بتزيدي المي حسب الكمية الحلو يلي انتي بتحبيه. ممكن اني تحبيه حلو زيادة، ممكن تحبيه دلع، حسب انتي وذوقك الشخصي. ومثل ما شايفين هذا كان نهاية الفيديو. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم، وبتمنى تدعموني وترفعوا لي الفيديو لأكبر عدد ممكن، وإن شاء الله يكون نال إعجابكم. وهذا هو الشراب
ولا تنسوني من دعواتكم الحلوة وتعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا لي زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد صبايا. وبتمنى كمان تكتبوا لي بالتعليقات إذا عجبكم الفيديو أو لا. والسلام عليكم.